السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. شيبو أهنئ الفريقين على روحهما الرياضية، وبلوغ النهائي الخامس في 7 سنوات يؤكد خبرة نهضة بركان. فوز القجع يفاجئ نهضة بركان بعد التأهل أمام شباب قسطنطينة الجزائري. نهاية جميلة بين نهضة بركان وقسطنطينة، والجمهور الجزائري يتفاعل. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. شيبو أهنئ الفريقين على روحهما الرياضية، وبلوغ النهائي الخامس في 7 سنوات يؤكد خبرة نهضة بركان. أشاد يوسف شيبو محلل قنوات بي إن سبور بالروح الرياضية التي سادت في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان ومضيفه الشباب قسطنطينة. وقال شيبو في تحليله للمباراة: أهنئ الفريقين على الروح الرياضية التي جمعتهما، وأتمنى أن يتواصل الأمر في باقي الديربيات العربية. ووصل: أهنئ نهضة بركان الذي جاء لحسم التأهل للنهائي وليس الفوز. من الطبيعي أن تزداد رغبة الخصم في الشوط الثاني، ولحسن الحظ أن النهضة ظل محافظا على أدائه الدفاعي. وتابع: المباراة عرفت تألق المحمدي الذي يمتلك تجربة كبيرة، ولعب كأسي عالم ومع أندية أوروبية وخليجية، وخبراته منحت الطمأنينة لرفاقه. واختتم: النهضة بلغ النهائي الخامس في 7 سنوات، وهذا يؤكد خبرة النادي، والآن سيواجه سيمبا وعليه الاستعداد بشكل جيد للفوز باللقب، خاصة وأنه الموسم المقبل سينتقل لمسابقة أقوى وهي دوري أبطال أفريقيا. القجع يفاجئ نهضة بركان بعد التأهل على حساب شباب قسطنطينة الجزائري. تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها فوز القجع، ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بأحر التهاني إلى فريق نهضة بركان عقب تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تأهل الفريق البركاني بعد تجاوزه نادي شباب قسطنطينة الجزائرية في الدور النصف النهائي، حيث فاز ذهابا على أرضية الملعب البلدي ببركان ب4 أهداف دون رد، قبل أن ينهزم إيابا اليوم الأحد بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسطنطينة بهدف دون مقابل. وسيواجه نهضة بركان في المباراة النهائية فريق سيمبا التنزاني الذي تأهل بدوره على حساب ستيلنبوتش الجنوب إفريقي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي. نهاية جميلة بين نهضة بركان وقسطنطينة، والجمهور الجزائري يتفاعل. تميزت نهاية مباراة نهضة بركان وقسطنطينة الجزائري رغم إقصاء هذا الأخير بروح رياضية عالية من قبل لاعبي الفريق الجزائري، حيث جرى تبادل الأقمصة بين الفريقين على أرضية الملعب، في حين بادرت الجماهير بالتصفيق، وهو ما اعترف به لاعب نهضة بركان، حيث أكدوا أن المواجهة تميزت بروح رياضية عالية من كل الجانبين. هذا وتأهل فريق نهضة بركان إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن انتهت مباراة الإياب التي جمعته بشباب قسطنطينة بفوز الأخير ب1-0، علما أن بركان فاز في مباراة الذهاب ب4-0. هذا وتألق حارس المنتخب المغربي منير المحمدي في أكثر من مناسبة ليحاول دون تغيير السيناريو الذي سارت عليه المباراة حتى صافرة النهاية. ظهير شاب يقتحم خيارات الركراكي ضد تونس والبنين. يبدو أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قد يجد ضالته في شاب قادم من الدوري البلجيكي في ظل الأزمة التي يواجهها في مركز الظهير الأيسر تحديدا. وخطف علي معمر ظهير النادي أندرليخت الأنظار بفضل مستوياته المتصاعدة رفقة الفريق الأول، مما يجعله أحد المرشحين للانضمام إلى المعسكر الدولي القادم لأسود الأطلس. وبات معمر صاحب 19 عاما من الأسماء التي تفرض نفسها على طاولة النقاش داخل الجهاز الفني لأسود الأطلس، خاصة مع اقتراب المعسكر الإعدادي المقبل الذي سيعرف مواجهة منتخبي تونس والبنين. وبحسب موقع 365 سكر نقلا عن جريدة المنتخب المغربية، فإن علي معمر قد يكون من بين الوجوه الجديدة التي ستتواجد في المعسكر القادم لأسود الأطلس، حيث يحظى اللاعب بمتابعة الناخب الوطني وليد الركراكي. وأكد اللاعب في تصريحات نقل هدى المصدر أن هدفه هو خطف أنظار وليد الركراكي، مشددا على أنه يحلم بالمشاركة في نهائية كأس أفريقيا 2025 التي ستقام في المملكة المغربية نهاية العام الجاري إن شاء الله.
وحرمت إدارة أندرليخت البلجيكية اللاعب المغربي علي عمر من الالتحاق بمنتخب الشباب في نهائية كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة، ما دفعه إلى التركيز كليا على تقديم أداء مقنع داخل البطولة البلجيكية. ولم يستقر وليد ركراكي حتى الآن على اسم واحد في مركز الظهير الأيسر، فتارة يستدعي آدم ماسينا وتارة أخرى يوجه الدعوة إلى يوسف بالعمري أو يحيى عطية الله. وخلال الموسم الحالي شارك علي عمر في 27 مباراة بقميص أندرليخت في جميع المسابقات المحلية والقارية، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة. أموريم: خروج مزراوي كان لحمايته من الإصابة ومشاركته في اليوروبا ليغ مؤكدة. أعرب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن ثقته التامة في جاهزية نصير مزراوي الظهير الأيمن المغربي للمشاركة في المباراة القادمة لفريقه ضد أتلتيكو بيلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق الأخيرة ضد بورنموث. وقال أموريم في تصريحاته في ندوة صحفية بعد المباراة: أعتقد أن مزراوي بخير، سيكون جاهزا للمباراة القادمة ضد أتلتيكو بيلباو. في هذه اللحظات إذا كان هناك أي خطر على اللاعب في تلك الوضعية نحاول تجنب ذلك كما فعلنا مع دالوت في وقت سابق. وأضاف المدرب البرتغالي: نحن نحرص على العناية بكل لاعب في الفريق، إذا كان هناك أي خطر على أي لاعب سنتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. نصير لاعب مهم بالنسبة لنا ونحن نثق في قدرته على العودة في الوقت المناسب. وكان أموريم قد قرر إخراج مزراوي من المباراة ضد بورنموث لحمايته بعد تدخل إيفان نيلسون العنيف. ورغم أن الفريق عانى من ضغوط كبيرة في المباراة إلا أن المدرب أكد أن الهدف من تغيير مزراوي كان الوقاية فقط، لافتا إلى أهمية سلامة اللاعبين خاصة في هذه المرحلة من الموسم. هذه التصريحات من روبن أموريم كانت مطمئنة لجمهور مانشستر يونايتد التي كانت قلقة من تعرض نصير مزراوي لإصابة قد تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة، خاصة في ظل أهمية اللقاءات التي تنتظر الفريق في الدوري الأوروبي، حيث سيكون اللقاء ضد أتلتيكو بيلباو حاسما في سعي الفريق للوصول إلى نهائي المسابقة. وانضم نصير مزراوي إلى مانشستر في الصيف الماضي ويقدم أداء مميزا في مركز الظهير الأيمن، وقد أظهر تطورا ملحوظا في أدائه تحت قيادة أموريم، ويعتبر اللاعب المغربي أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي، ما يجعل عودته إلى الفريق في المباريات المقبلة أمرا بالغ الأهمية. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. شيبو: أهنئ الفريقين على روحهم الرياضية وبلوغ النهائي الخامس في 7 سنوات يؤكد خبرة نهضة بركان. فوز القجع يفاجئ نهضة بركان بعد التأهل أمام شباب قسطنطين الجزائري. نهاية جميلة بين نهضة بركان وقسطنطين والجمهور الجزائري يتفاعل.